ورحمة الله تعالى وبركاته. من تتوقع أن يفوز في مباراة كبيرة ومنتظرة بين فريقين كبيرين في شمال إفريقيا، ودربي مغاربي منتظر في فريق شباب قسنطينة وفريق نهضة بركان برسم نصف نهائي كأس الكاف؟ مباراة نارية مرتقبة، الفائز فيها سوف يتأهل إلى النهائي. ستكون مباراة أخوية إن شاء الله ومباراة قوية، ولكن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين. طبعا سنتحدث عن هذه المباراة، ماهية هذه المباراة وخصوصياتها وماذا قال المدربين وكيف سيحضر الفريقين إلى هذه المنافسة وهذه المباراة. طبعا نبدأ بفريق شباب قسنطينة، هو فريق ينشط في الدوري الجزائري وهو فريق عريق وعريق جدا، وهنالك صراع للعمودية كما يعرف الجزائريين حول من هو العميد الحقيقي للجزائر. تخيل أن هذا الفريق تأسس سنة 1998 وهو من أعرق النوادي الإفريقية، وربما هنالك في الجزائر من يقول أن شباب قسنطينة هو العميد يعني أعرق نادي في الجزائر، وهنالك اختلاف مع أنصار آخرين يقولون أن هنالك فريق مولودية الجزائر الذي تأسس سنة 1921 هو النادي الأعرق والأول وعميد الأندية الجزائرية. طبعا إذن فريق شباب قسنطينة اكتشفنا الآن أنه هو من أعرق النوادي الجزائرية، تأسس سنة 1898. ملعب الفريق يتسع إلى 40 ألف متفرج، وعنده في البطولة الجزائرية عنده لقبين فقط، لقب أول سنة 1997 والثاني في موسم 2017 و 2018. إذن هذا هو تاريخ النادي الرياضي القسنطيني. طبعا ليس لديه ألقاب كثيرة في البطولة الجزائرية، ولكنه فريق كبير وينافس جيدا في البطولة المحلية، ولكن هذا الموسم طبعا الفريق بقي بعيدا عن المنافسة، يحتل المركز العاشر حاليا في البطولة الجزائرية. ماضوي مدرب فريق شباب قسنطينة كان قد صرح للإعلام الجزائري حول هذه المباراة، وقال أن الحافز أننا قد تأهلنا وأننا موجودون الآن في النصف النهائي، وقال سيكون تحضير خاص لهذه المباراة وتحضير كبير. وفي إشارة ثالثة مضوي تحدث عن فريق نهضة بركان وقال شخصيا أنا لا أعرف طريقة لعب نهضة بركان، وهي نقطة محيرة، كيف أنت متأهل للنصف النهائي ولحد الآن لا تعرف طريقة لعب أحد الفرق القوية في هذه المنافسة والذي سيكون منافسك في الدور القادم. بالمقابل خير الدين مضوي تحدث وقال أنه لدينا الوقت الكافي لتحليل طريقة لعب فريق نهضة بركان. هذا إذن ما قاله مدرب شباب قسنطينة مضوي عن هذه المباراة. طبعا شباب قسنطينة كما قلنا يحتل المركز العاشر في الدوري الجزائري، ويلعب بخطة 4-2-3-1 غالبا ما يدخل بهذه الخطة. أبرز لاعبه هو اللاعب ديب الذي يحمل الرقم 10، وهو صانع ألعاب حقيقي ومميز في الفريق. طبعا مدينة قسنطينة هي مدينة العلم والعلماء، معروفة هذه المدينة في الجزائر بأنها مدينة جميلة وتحمل الكثير من الأسرار الطبيعية. طبعا وهي مدينة معروفة بالجسور المعلقة، حيث تمتلك الكثير من الجسور على الطبيعة وعلى الجبال. تقريبا هي مدينة فوق الجبال، يعني بالنسبة لأنصار نهضة بركان الذين ربما سيحضرون في ملعب قسنطينة سينتقلون مع الفريق، هي سوف يشاهدون بأم أعينهم مدينة ساحرة، وسوف يتمتعون بجمالية مدينة قسنطينة. نرجع إلى أجواء المباراة. أهمية هذه المباراة اكتست طابع مهم جدا في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث فتح المركز الوطني لسيدي موسى، وهو مركز تدريبات المنتخب الجزائري. تخيل فتحه في وجه لاعبي شباب قسنطينة وفي وجه فريق شباب قسنطينة للتحضير من خلاله لهذه المباراة، من خلال إقامة تربص مزمع إقامته بين 15 أفريل وإلى غاية 18 أفريل، على أن ينتقل الفريق في نفس اليوم إلى مدينة بركان عبر
عبر 3 رحلات جوية. وبالمقابل الاتحاد الجزائري أيضا كان قد أعفى فريق شباب قسنطينة من خوض مباريات الدوري الجزائري إلى غاية نهاية مباراة ربما الذهاب وربما العودة بين فريق نهضة بركان وفريق شباب قسنطينة. طبعا المباراة ستلعب مباراة الذهاب في 20 أفريل في مدينة بركان في المغرب، والعودة ستكون يوم 27 أفريل هنا في الجزائر. وربما هذه الذي تحدث عنها مضوي أنها أسبقية لفريق شباب قسنطينة على اعتباره أنه سوف يلعب مباراة العودة هنا في الجزائر. طبعا الآن نتوجه إلى فريق نادي نهضة بركان. صراحة هو فريق قوي جدا ومتمرس في هذه المنافسة. نادي نهضة بركان هو فريق من مدينة بركان، تأسس سنة 1938 ويستقبل في ملعب البلدي لمدينة بركان، ويتسع الملعب ل 12,000 متفرج. أنا ملعب بركان شخصيا لا أعرفه، وهذا الذي أعرف عن ملعب فريق بركان. يملك من البطولة المغربية، عنده بطولة واحدة فقط، ولكنه يملك 3 كؤوس محلية والمسمات بكؤوس العرش هنالك في المغرب. ودوليا تخيل لديه 2 كأس كونفدرالية وكأس سوبر الإفريقي مرة واحدة. إذن هو فريق صراحة يتفوق على شباب قسنطينة في الألقاب، خصوصا في الألقاب الإفريقية. نادي نهضة بركان حاليا في البطولة المغربية يحلق عاليا في الدوري المغربي بدون منافس. تخيل، هو يبتعد عن أقرب منافسيه في المركز الثاني ب15 نقطة كاملة، ويحتل المركز الأول ب60 نقطة عن صاحب كما قلنا المركز الثاني. طبعا نادي نهضة بركان، تخيل هذه معلومة قد تهم أنصار شباب قسنطينة وتهم نادي نهضة بركان. وتخيل أن بركان 11 مقابلة في أدغال إفريقيا بدون هزيمة، سواء فوز داخل أو خارج الديار. يعني فريق يحسن اللعب خارج الديار إفريقيا. مدرب فريق نهضة بركان هو مدرب تونسي، وهو الشعباني، حيث كانت له تصريحات أيضا عن هذه المواجهة، واعتبر أن شباب قسنطينة أيضا خصم قوي، نفس عقلية ماضوي مدرب شباب قسنطينة بدون استسهال الخصم. وأعتقد أن الشعباني هو مدرب تونسي قدير ويعرف التعامل مع المباريات الكبيرة. قال شباب قسنطينة احترم هذا الفريق، وقال أن شباب قسنطينة هو فريق قوي ومحترم، والمباريات لا تحسم على الورق، بالرغم من أن صراحة نهضة بركان حاليا هو المرشح للتأهل كما قال المدرب على الورق، لكن لا يوجد فائز قبل خوض المباريات وقبل انطلاق المباريات. وعلى عكس مضوي قال نحن نعرف جيدا شباب قسنطينة، وهذه النقطة تحسب لهذا المدرب الذي يعرف النادي شباب قسنطينة حتى قبل ربما أن تسفر القرعة عن مواجهة هذا الفريق. الآن أتحدث عن تأسيس نادي نهضة بركان الذي تأسس عن سنة 1938. نعم، تأسس سنة 1938. إذن العلاقة لفريق شباب قسنطينة، ولكن كل هذه الأمور سوف تحسم في أرضية الميدان. صراحة من تتوقع أن يتأهل إلى الدور النهائي في مباراة ديربي مصيرية؟ ستكون مباراة أخوية كما قلنا. مرحبا بالأشقاء المغاربة في مدينة قسنطينة، بالرغم من أني لا أقطن في قسنطينة، ولكن أعرف جيدا من هم أنصار شباب قسنطينة، وأعرف جيدا أنهم كرماء إلى حد بعيد ويحترمون أنصار النوادي الأخرى. نتمنى طبعا، نحن كجزائريين نتمنى تأهل فريق شباب قسنطينة، والمغاربة يتمنون تأهل نهضة بركان، والمباراة سوف تلعب في الميدان، والأحسن سوف يكون متأهل بإذن الله عز وجل. توقعاتكم لنتيجة المباراة ذهابا وإيابا. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الضغط على زر لايك لانتشار الفيديو، ودعمنا بالاشتراك بأبوني في القناة.